الحكاية دي مش مجرد قصة أشباح، دي حكاية مرعبة وموثقة بالتفاصيل اللي سمعها وشافها كل أهل القاهرة في التمانينات والتسعينات. دي حكاية مكان اتحول من قصر فاخر لسجن للجن. تخيل كده إنك ماشي في منطقة هادية جدا بين المعادي ودار السلام، الجو ساكت خالص، بس مش الهدوء اللي انت تحبه ده، لأ، ده هدوء يقبض القلب. وبتلاقي فجأة قصر ضخم تصميمه أوروبي قديم، شبابيكه مسدودة بالتراب والنباتات بتطلع على الجدار بتاعه كأنها بتحاول تخنق فيه. وهي دي فيلا عزبة عبد المنعم رياض. الفيلا دي مشهورة بإنها بيت مسكون، لكن الحقيقة أبشع من كده بكتير. هي مكان شاف حوادث موت غامضة وحالات انتحار وصراعات مع كيانات مش متشافة، لدرجة إن الدولة نفسها دخلت في الموضوع، ومفيش أي حد قدر يعيش فيها من بعد التسعينات. الفيلا مبنية على نظام معماري فخم لكنه قديم جدا، السقف عالي والشبابيك ضخمة، بس دايما بتحس إن هي غريبة عن اللي حواليها. الموقع بتاع الفيلا دي قريب من الأراضي الفاضية والزراعية، ودي نقطة مهمة جدا لأن في الحكايات بتاعتنا بيقولوا إن الأماكن القريبة من مناطق الدفن بتكون زي مراكز كده لوجود الجن أو الأشباح. الإشاعة بتقول إن اللي بناها كان رجل أعمال أجنبي أو شخصية غنية جدا، بس اختفى فجأة أو مات ومحدش عرف إزاي أو إمتى. وبعد كده الفيلا اتنقلت ملكيتها لكذا حد، وكل ما واحد يشتريها ما بيلحقش يقعد فيها وتحصل كارثة. في البداية الفيلا ما كانتش مصدر للرعب ولا حاجة، كل الموضوع إن الناس كانت مش بتحب تقرب منها وبتتعامل معاها من بعيد لبعيد كده، لحد ما أول ناس سكنوها حاولوا يعيشوا فيها، بس كلهم اشتكوا من نفس الحاجة، في إحساس بالسقعة في كل الأوض حتى في عز الصيف، وسقعة مش عادية اللي هي بتاعتنا دي، لأ، دي سقعة اللي بتوجع العظم، زي ما يكون في حاجة بتسحب حرارة المكان. الناس كانت بتسمع دايما زي صوت همس كده خفيف، أو كأن في صوت خطوات تقيلة بتمشي في الدور اللي فوق، مع إنهم كانوا بيكونوا لوحدهم في البيت. الأهم بقى من ده كله هو الإحساس إن دايما في حد بيراقبك، كل ما تكون في مكان في البيت تحس إن حد بيبص عليك، عيون كتير بتشوفك من كل الزوايا. وبعد شوية بدأت الأحداث تزيد شويتين تلاتة، من شوية همس لحركة قوية. كانت بتيجي شكاوي بإن العفش بيتحرك من مكانه في نص الليل، أصوات خبط والرزع كانت بتخلي الناس تصحى مفزوعة، تلاقي كراسي مقلوبة وترابيزات اتشالت من مكانها. أما الأطباق ومستلزمات الطبخ كانت بتتحدف من أماكنها وتتكسر على الأرض، ومفيش أي سبب أو تفسير منطقي، وكل ده بيحصل بسرعة جدا. وحتى اللمط بتاعة الفيلا كانت بتتحرق بسرعة بشكل مش طبيعي، الإضاءة كانت بتطفي وتولع لوحدها، وكأن في حاجة مش طبيعية بتستهلك كل حاجة. وده كان أول تحذير حقيقي للناس، الكيانات دي مش مجرد بس أشباح ساكنة، لأ، دي كيانات بتحاول تمشيكم من هنا بالقوة. ووصل لنا قصص عن الفيلا دي وقد إيه الوضع كان صعب فيها. ومعانا القصة الأولى، عيلة اتفقت إن هم يتحدوا الإشاعات والحواديت ويعيشوا في الفيلا دي. العيلة دي كانوا ناس متفتحين وعقلانيين، والحقيقة ما كانوش بيؤمنوا بالإشاعات اللي طلعت على الفيلا. ولما العيلة دخلت جوه الفيلا حاولوا إنهم يصلحوها ويجددوها، ودي كانت أكبر غلطة حصلت، إنهم حاولوا يسيطروا على المكان. أما البداية كانت مع أطفال العيلة، الأطفال بدأوا يتكلموا مع ناس مش موجودة، كانت بتحصل منهم حركات غريبة زي إنهم بيقفوا في نص الصالة وبيضحكوا قوي بشكل مش طبيعي على ولا حاجة. الأب والأم لاحظوا إن الأطفال بقوا بيتكلموا في أوقات معينة بصوت تخين كده وبلغة مش مفهومة، كأنهم بيتكلموا بلغة قديمة أو كأن حد تاني بيتكلم من خلالهم. سكان المنطقة بيقولوا إن الأم فجأة دخلت في حالة اكتئاب شديد، وكانت بتتصرف بشكل مش طبيعي، وفي يوم من الأيام لقوها ميتة في أوضة النوم بتاعتها. جزء من الناس قالوا إنها نهت حياتها بسبب مرض نفسي، لكن الجيران قالوا إنها كانت بتصرخ قبلها بأيام إن حد بيطلب منها تنهي حياتها. وبعد الحادثة دي بفترة الابن الكبير للعيلة حاول إنه ينهي حياته بنفسه بطريقة غريبة، لولا إن الأب نفسه لحقه في آخر لحظة. الولد نفسه ما كانش فاكر هو عمل كده ليه وإزاي. الشرطة لما كانت بتيجي بتشوف إن مفيش أي دليل على اقتحام أو جريمة، فبيتم قيد الحوادث دي كلها على إنها انتحار لأسباب نفسية. لكن الأهالي في المنطقة عارفين إن اللي حصل هنا أبشع من إنه يكون مرض عادي. بعد الحوادث دي كلها وصل الرعب لآخره، وبدأ الكيان يتكلم بشكل مباشر. وفي أكتر من مرة الناس اللي بقت موجودة اللي هم الأب والخدم سمعوا صوت قوي مش طبيعي بيطلع من حيطان الفيلا وبيقول البيت ده بتاعي، لازم تمشوا منه حالا. الأب كمان اشتكى إن هما كانوا بيسمعوا صوت تزييق مرعب بيطلع من السرير الخشب في أوضة النوم، كأن في جسم تقيل جدا قاعد عليه، رغم إن الأوضة كانت فاضية.
وبعد الحوادث دي كلها الموضوع ما بقاش مجرد إشاعة، وبقى ملف رسمي عند المباحث. لما بتيجي المباحث عشان تفتش بتلاقي مفيش أي دليل مادي على جريمة، مفيش بصمات غريبة، ومفيش آثار عنف. الفيلا كانت مقفولة كويس جدا، وده خلى المحققين يستغربوا أكتر. ما هو حاجة من الاتنين، يا إما في قاتل ذكي جدا، يا إما الكيانات دي ليها تصرفات فوق طبيعية. المباحث كانت بتميل إن الموضوع ده ممكن يكون زي هستيريا جماعية بسبب الوحدة والقصص اللي بتتقال من الناس، بس الناس القريبة كانوا رافضين التفسير ده خالص. العيلة حاولت تجيب أكبر الدكاترة النفسيين في مصر عشان يفهموا حالة الأطفال أو محاولات الانتحار. الدكاترة شخصوا الحالة على إنها اكتئاب حاد أو فصام بسبب صدمة فقدان الأم. وللأسف كل الأدوية والعلاجات فشلت فشل مش طبيعي. الأعراض ما كانتش بتتحسن، بالعكس الأطفال كانوا بيرجعوا البيت أسوأ، وده أكد للعيلة إن اللي بيحصل ده مش مرض نفسي، الموضوع أكبر من كده. وآخر حاجة كانت التدخل الديني، وفعلا جابوا شيوخ متخصصين في الرقية الشرعية. الشيوخ بتحكي حكايات مرعبة، بمجرد ما بدأ الشيخ في قراءة القرآن بدأ العفش يطير في الهواء ويتحدف عليهم، والأنوار كلها اتطفت فجأة. وبيقولوا إن صوت الكيان كان بيطلع بوضوح من مكان في الفيلا، وبيوصف الشيخ بأبشع الأوصاف ومش قابل نهائي إنه يسيب المكان. بعض الشيوخ طلعوا وهم مرعوبين، ونصيحتهم كانت واضحة جدا، إن ده كيان قوي والمكان ده بقى بتاعه، لازم تمشوا وتسيبوه. وبعد كل المحاولات دي وصل الأب للقرار الصح، إنه يمشي خلاص من الفيلا. وبيقولوا إن آخر شيخ دخل الفيلا كان شيخ قوي جدا، حبس الكيان ده جوه، ونصيحته كانت واضحة برضه، البيت ده ما ينفعش يتفتح تاني أبدا، لازم يتساب مقفول عشان الكيان ده ما يطلعش بره أبدا. وبالفعل العيلة طلعت وسابت كل حاجة في الفيلا، وقفلوا كل الأبواب والشبابيك بالخشب والطوب. الفيلا فضلت واقفة وساكتة سنين كتير، لكن الحواديت ما كانتش بتنتهي. الناس والأهالي في المنطقة كانوا بيحلفوا إنهم بيشوفوا أنوار ضعيفة بتولع وتطفي في الشبابيك من جوه الفيلا في نص الليل، كأن في حد بيتحرك جواها. وفي أيام معينة كانوا بيسمعوا أصوات زعيق وعياط تخوف جدا بتطلع من جوه الفيلا، كأنها بتعيد تمثيل الحوادث اللي حصلت فيها قبل كده. أما القصة التانية في أواخر التمانينات وبداية التسعينات، وفي عز ما كانت الإشاعات منتشرة، جماعة صحفيين وإعلاميين قالوا نعمل تجربة بما إننا مش مصدقين الموضوع، ونقضي ليلة كاملة جوه الفيلا بهدف إننا نصور المكان ونوثق الحقيقة عشان يثبتوا إنها حكايات مش حقيقية. وبالفعل الفريق دخل الفيلا ومعاه كاميرات ومعدات تصوير وتسجيل صوت عالية. وقتها كانوا واثقين جدا إن الموضوع كله شوية أصوات طبيعية أو خدع بصرية. في البداية كان كل شيء هادي بشكل مبالغ فيه. فريق التصوير كان بيضحك وبيتريق على الحواديت اللي بتتقال عن المكان، بس لاحظوا إن البطاريات بتاعت الأجهزة بتخلص بسرعة، وإن أجهزة التسجيل كلها بتبدأ تطلع زي وش كده مكانش ليها أي تفسير. وحوالي الساعة 3 الفجر بدأ الموضوع يبوظ منهم خالص. الصحفيين سجلوا صوت قوي زي صوت صرخة لشخص بالغ، بس مش واضحة ومشوشة. الصوت ده بدأ يهز الفيلا كلها، والصوت ده كان ليهم هم، كان آخر تحذير ليهم. الأبشع هو إن واحد من الشباب في الفريق حس إن في ضربة قوية جدا جاتله على ظهره وزقته جامد على الحيطة لدرجة إنه مقدرش يتنفس. وفي نفس اللحظة شموا زي ريحة كبريت قوية جدا، وواحد منهم شاف زي ماس كهربا غريب طلع من العدم. الفريق كله اللي كان داخل عشان يتحدى الحواديت هرب من الفيلا قبل طلوع الشمس، وسابوا وراهم شوية معدات من بتاعتهم. اللي حصل كان أقوى من إنهم يحاولوا يسجلوا أي حاجة. وبالرغم من إنهم هربوا نشر الفريق اللي حصل، بس اعترفوا بإن اللي حصل في الفيلا شيء مش طبيعي نهائي، وإن دي حاجة ملهاش تفسير علمي أو منطقي. وبعد الحادثة دي اقتنع الناس إن الفيلا دي ما تنفعش للبشر وممنوع يقربوا منها تاني، وده اللي خلاها تتقفل نهائي، وطلع القرار بعدم بيعها أو تأجيرها. الحقيقة إن فيلا عزبة عبد المنعم رياض مش مجرد مبنى قديم، هي دليل واضح إن في أماكن معينة ليها بوابات لعوالم تانية فيها كيانات ممكن تعدي لينا. الفيلا دي لسه واقفة بتنقل نفس الإحساس بالسقعة والهدوء اللي يخنق اللي بدأنا بيه الموضوع، ودي رسالة واضحة، مش كل الأماكن تنفع لينا. بس في سؤال، هل فعلا الكيان اتسجن جوه الفيلا دي، ولا هو مستني أي حد شجاع أو مجنون يفتح الباب ويدخله تاني؟